أحبتي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ما يقال عند السجدة عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم ويعيش في كلام الله عز وجل ثم يصل إلى السجدة، فهذا ما يقول حسب ما بينه سادتنا الأماجد العلماء والشيوخ والفقهاء رحمة الله على من مات منهم ورضي عن من بقي منهم على الحق والهدى والتقى والدين. فالسنة أن يقول القارئ في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا ما رواه الترمذي وأحمد، وزاد: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأجاز بعض العلماء أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثل ما يفعله في الصلاة في سائر سجوده. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ويستحب أن يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره فتبارك الله أحسن الخالقين، أو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. جعلني الله وإياكم أحبتي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.